نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم وطاعته، وأحذركم من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا عباد الله. أحبتي في الله، يقول الله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. يا ربي لولا أمهلتني إلى أجل فأتصدق لما وجدت من فضل الصدقة. كيف لا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والصدقة برهان، أي برهان على صدق صاحبها وعلى إيمانه. في زمن تقاتل به الناس من أجل المال، في زمن تحارب فيه الأخ مع أخيه من أجل المال، في زمن تقاطع به الناس من أجل المال، فتأتي أنت في هذا الزمن وتخرج هذا المال: وأكن من الصالحين، لما علم من فضل الصالحين في إخراج الصدقة. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما على بلال رضي الله عنه وأرضاه، فيجد عنده صبرة من تمر، أي كومة من تمر، فيقول: ما هذا يا بلال؟ فيقول: يا رسول الله، جعلت هذا لك ولأضيافك. فقال: يا بلال، أترضى أن يكون هذا بخارا في نار جهنم؟ يا بلال، أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا. يا بلال، أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: في كل يوم ملكان ينزلان إلى الدنيا، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فهو يعلمه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يقول ابن أبي الجعد: وإن الصدقة لتدفع عن صاحبها 70 بابا من أبواب السوء. بفضل الصدقة يدفع عنك الله الآلام، يدفع عنك الله الأوجاع والأسقام. بفضل الصدقة يشفى المريض. يأتي رجل إلى عبد الله بن المبارك رضي الله عنه فيقول: يا عبد الله، إني أتألم من قرحة في قدمي وذهبت إلى الطبيب الفلاني والطبيب الفلاني،
فقال: يا هذا احفر بئرا. فحفر بئرا فشفي بإذن الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. فاسمع يا من تعاني من الأمراض، اسمع يا من عندك مريض قال الأطباء عنه إنه لا يشفى، الله هو الشافي والله هو الباري، فتصدق ولو بالقليل. ولعل البعض أحبتي في هذا المقام إذ يقول: الصدقات للأغنياء، الصدقات لأصحاب الملايين، فمن أنا حتى أتصدق؟ أقول: اسمع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل، أي بذل هذا المقل، وابدأ بمن تعول، حتى وأنت تتصدق بهذا القليل راعي الأولويات التي أمرك الله عز وجل بها في النفقة من الإنفاق على الواجبات، ثم الأدنى فالأدنى. بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000 درهم. قالوا: يا رسول الله، سبق درهم 100,000 درهم؟ قال: رجل معه درهمان فأخرج منهم درهم نصف ماله، ورجل عنده مال كثير فأخرج 100,000 ففاق هذا الدرهم 100,000 درهم. لذلك أحبتي، أفضل الصدقة أن تتصدق وأنت الآن صحيح حريص، أن تتصدق وأنت الآن في عافيتك، أن تتصدق وأنت المال في حوزتك. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: أن تتصدق وأنت صحيح حريص، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل، أي لا تؤجل، حتى إذا بلغت الحلقوم، حتى إذا وصلت الروح الحلقوم قلت هذا لفلان وفلان، حتى إذا وصلت الروح الحلقوم قلت أخرجوا هذا المال لفلان وفلان، وقد كان لفلان وفلان، وقد كان هذا المال للورثة، هذا المال أصبح الآن للورثة. فالآن وأنت تعيش على هذه البسيطة تتنفس، أخبرني حبيبي الغالي عن زكاة مالك. هل هذه الزكاة تخرجها في كل عام؟ أخرجني حبيبي أخبرني عن صدقتك على أولادك وعلى ذريتك. بعض الآباء اليوم آخر من يجعل اهتمامه في أولاده وزوجته، يقتر على الأولاد والزوجة. والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول: إذا أعطى الله أحدكم خيرا فليكرم أهله. وقال: دينار ينفقه الرجل في سبيل الله، ودينار يعتق به، ودينار يعطيه مسكينا، ودينار ينفقه على زوج، خيرها الذي ينفقه على زوجه. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وأفضل الصدقة أحبتي الصدقة التي تكون بالخفاء. 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. ووجوه الصدقة أحبتي كثير. تستطيع أن تتعهد مسكينا، تستطيع أن تقضي الدين عن الدائنين. يقول صلى الله عليه وسلم: رجل لم يعمل خيرا قط وكان عنده رسول، فقال: يا هذا، إذا ذهبت لتأخذ الأموال فتجاوز، لعل الله أن يتجاوز عنا. فلقي الله فقال له: يا هذا، ما عملت خيرا قط؟ قال: يا رب، لم أعمل خيرا قط، ولكني كنت أتجاوز عن الناس، عسى أن تتجاوز عني. قال الله: فإني قد تجاوزت عنك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال
أن تدخل السرور على أخيك المسلم، أو تقضي عنه دينا، أو تطعمه خبزا. فبادروا أحبتي بالصدقة قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نصير. يوم تحتاجون هذه الصدقة فتجدونها كما جاء في الحديث يأخذها الله عز وجل بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة. فإذا جئت يوم القيامة تقول يا رب من أين لي هذا؟ من أين لي هذه الأجور؟ يقال هذا من صدقتك التي تصدقت بها، من صدقتك التي تصدقت بها، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخوانكم في لجنة رعاية مسجد الإمام الشافعي جاءوكم إلى هذا المسجد يتأملون بكم الصدقة ويتأملون بكم المساعدة لإعمار مسجدهم، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. وإن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إني داع فأمنوا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا شهيدا إلا قبلته، ولا غائبا إلا بالسلامة إلى أهله رددته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عقيما إلا رزقته، ولا عقيما إلا رزقته، ولا أعزبا إلا زوجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها في يسر منك وعافية. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء، اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والأمراض والأسقام والأوجاع والآلام. اللهم احفظ الأردن وأهلها، ملكها وشعبها، جيشها وأمنها، رجالها ونساءها، حدودها وجنودها. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا سحا غدقا عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم وفق الملك عبد الله الثاني لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.